نعاودو الى هذه اهم بارت سمعتي صافي الشباب تبع معايا حتى لعطيك شوف الشابيتر 3 ديال لا جيولوجي فهمتي لا بارتي 3 ديال لا جيولوجي هي اهم بارتي كاينه عندكم لان كاع الامتحانات الوطنيه اللي دازت كلهم كيحطوا فيها غير هاد البارتي ديال من ديال التحول صافي. شنو هو التحول اولادي اللي عطيك التحول هو مجموع التغيرات البيولوجيه ياك والعيدانيه دون تغيير في الطبيعه الكيميائيه تحت ظروف الضغط والحراره عند الانتقال من صخره الى اخرى صافي. شنو كنقصدوا بالتحولات البنيويه؟ يعني على مستوى المظهر الخارجي صافي. واحد الحجره كتكون في واحد الشكل كتحول لواحد الشكل كتحول لواحد الشكل صافي. هادو كيتسموا مجموع التغيرات البنيويه صافي. التغيرات العيدانيه يعني التغيرات على مستوى المعادن فاش كيطلع الضغط والحراره كيختفي المعادن وكيهضروا وكيبانوا مع معادن صافي. اذا كتسمى التحول هو مجموع التغيرات البنيويه والعيدانيه دون تغيير في الطبيعه الكيميائيه. يعني الماده الكيميائيه بحال مثلا الا مشينا السلسله التحوليه ديال المناطق الاصطدام كنلقاو مثلا الطين الشيست الميكاشيست الكنيس كاع دوك المواد داك الصفر كلهم عندهم نفس الماده الكيميائيه اللي كتغير. شكون اللي كتغير البنيه وكتغير المعادن ولكن الطبيعه الكيميائيه كتبقى هي صافي. شنو هما الانواع ديال التحول اللي عندنا في الدرس هذا؟ عندنا ثلاثه صافي. عندنا تحول دينامي، عندنا تحول دينامي حراري، وعندنا تحول حراري. شنو كنقصدوا بالتحول دينامي؟ يعني زياده في الضغط وانخفاض في الحراره وانخفاض في الحراره صافي وانخفاض في الحراره. وتحول دينامي حراري اش كنقصدوا بتحول دينامي حراري؟ زياده في الضغط والحراره يعني كتطلع لا طومبيراتور وكيطلع لا بريسيون صافي. واش كنقصدوا بتحول حراري؟ يعني زياده في الحراره دون زياده في الضغط. زياده في الحراره دون زياده في الضغط يعني اللي كيكون دومينون تمايا واللي كيغلب على هاد المناطق ديال التحول هو الزياده ديال الحراره. اذا التحول شحال فيه من نوع؟ فيه ثلاثه تحول دينامي، تحول دينامي حراري، وتحول حراري باينين صافي. واخا اش كنقصد الاستاذ بالتحول او التغيرات البنيويه؟ التغيرات البنيويه يعني شنو معناتها؟ كندوز من ثلاثه ديال المراحل. الصخره الاصل اللي كتكون هذه صخره رسوبيه كتكون البنيه ديالها منضده. شنو معنات بنيه منضده؟ يعني بنيه رسوبيه. فاش كنشوف الترتيب ديال المعادن شنو كنلقاهم مخربقين كنلقاهم ميلونجيين. فهنا شنو كنقصد بان بنيه منضده. يعني شنو كنقصد بها؟ ترتيب المعادن بشكل عشوائي صافي. المعادن كتكون دايره مرتبه بطريقه عشوائيه. ترتيب المعادن بطريقه عشوائيه. اما بنيه شيستيه كيكون ترتيب المعادن على شكل وريقات. اذا لاحظت من هنا لهنا غيتزاد الضغط وغتزاد الحراره شنو غتولي هذه الحجره هذه؟ المعادن غادي يترتبوا. كي غيديروا يترتبوا على شكل وريقات على شكل صفائح. غير هاد الصفائح هذه يسهل كسرها. فشنو كتسمى هذه البنيه هذه؟ تسمى بنيه شيستيه او بدايه التوريق صافي. يعني انا لازلت البنيه الاصليه هي البنيه المنضده في الصخور المتحوله. الى زدت ظروف الضغط ودرجه الحراره غتحول هذه الصخره المنضده الى بنيه شيستيه صافي. ومن البنيه الشيستيه غندوز للبنيه مورقه اللي كتعتبر اقصى درجات التحول. فهنا شنو غادي نلاحظ؟ هنا ترتيب المعادن بشكل مخربق عشوائي. هنا ترتيب المعادن على شكل وريقات وصفائح يسهل كسرها صافي. هنايا بنيه مورقه اي اقصى درجات التحول صافي. شنو كنلقى فيها؟ تترتب المعادن بتوالي اشرطه داكنه واشرطه فاتحه. شنو غيبان لي؟ بارتي مغلوقه بارتي مفتوحه، بارتي مفتوحه بارتي مغلوقه، مغلوقه مفتوحه مغلوقه مفتوحه مغلوقه مفتوحه. هذا التوالي هذا. فهنا شنو كنتقل من البنيه الشيستيه الى البنيه المورقه مزيان. اذا شنو هما الانواع ديال البنيات الصخريه في الصخور المتحوله اللي عندنا؟ هما ثلاثه. بنيه منضده مخربقه، بنيه شيستيه على شكل وريقات، بنيه مورقه على شكل توالي اشرطه داكنه واشرطه فاتحه. مفهوم؟ شنو هما التغيرات العيدانيه؟ التغيرات العيدانيه يعني شنو معناتها انا فاش غنتقل من واحد لاغوش لواحد الصخره 2 لواحد الصخره 3 شنو كيوقع ليا؟ مثلا بماذا تتميز الصخره M1؟ كتميز معدن الكلوريت والكوارتز.
باش كتميز الصخره اغ 2 بمعدن الاكتينوت البيجادي الجلوكوفان، باش كتميز الصخره اغ 3 بالسيليمانيت والجاديت والديستين. شنو غادي نقول له بالسلامه؟ انا قال لي وصف لي التغيرات العيدانيه، غنجي غنقول له هنايا عند الانتقال من الصخره R1 الى الصخره R2 صافي شكون اللي غادي يختفي؟ غادي يختفيو مثلا معدني شكون؟ الكلوريت والكوارتز. وشكون اللي غادي يظهر؟ وغادي يظهر لي معدن شكون؟ معدن الاكتينوت البيجادي والجلوكوفان. اذا في الجمله ديالي هذه هي الطريقه ديال الوصف ديال التغيرات العيدانيه. صافي شنو غنقول له؟ عند الانتقال من الصخره R1 الى الصخره R2 نلاحظ اختفاء معدن الكلوريت والكوارتز. غنعمر هذا الفراغ هذا. نلاحظ اختفاء معدن الكلوريت والكوارتز وظهور معدن الاكتينوت البيجادي والجلوكوفان. يعني هنايا نكتب هادو وهنا نكتب هادو. واضحه؟ عاوتاني الا قال لي وصف التغيرات العيدانيه عند الانتقال من الصخره R2 الى الصخره R3، شنو غنقول له؟ عند الانتقال من الصخره R2 الى الصخره R3 تختفي المعادن الاكتينوت البيجادي والجلوكوفان صافي، وتظهر معادن السيليمانيت الجاديت والديستين. واش الاستاذ خصنا نحفظ هذه المعادن؟ المعادن لا، حيت هي ديال سحنه التحول كيعطيوها لي هما نورمالمون في الوطن. انا شنو خصني نعرف؟ نعرف هذه الجمله ونعرف نكتبها. هذه الجمله هذه راه عاديه جدا. عند الانتقال من صخرة الى صخرتين تختفي معادن وتظهر مع معادن. واضحه؟ هذه شنو كتسمى لي؟ كتسمى التغيرات العيدانيه. مفهوم؟ وهذه سهله، انت غتحفظ غير الجمله هذه، لقيتيها غتكتب هذه الجمله هذه وغتجاوب. عند الانتقال من صخرة الى اخرى تحت ظروف الضغط والحراره تختفي معادن وتظهر معادن. وإلا قال لك عطيني التغيرات البنيويه غتقول له عند الانتقال من صخرة الى صخرة تكون في الاصل كيكون منضده فتتحول الى بنيه شيستيه، يعني تاع شكل وريقات. من بعد منها شنو كنلاحظ؟ بتوالي اشرطه داكنه واشرطه فاتحه، اي انها اصبحت كي دايره مورقه. صافي، يعني الانتقال من الشيستيه الى المورقه. واش واضحه؟ هادو هما مجموعه التغيرات اللي كاينين على مستوى التعريف ديال الدرس هنا. الا جينا ودي نعطيك الرضا، السلسلات اللي خصنا نحفظ هما السلسله التحوليه لمناطق التمر والسلسله التحوليه لمناطق الاصطدام. اما الطفو ما كاينش في التحول، كنهضروا على التمر وعلى الاصطدام، على التمر وعلى الاصطدام هما اللي كنهضروا عليهم. صافي، الا مشيت انا في مناطق التمر شنو هي السلسله التحوليه ديال مناطق الاصطدام مثلا؟ هي كتبدا بالصخره الام، شكون هي؟ الطين، الشيست، الميكاشيست والجناس. الطين، الشيست، الميكاشيست والجناس. شنو هو نوع التحول هذا اللي كيدوز من الطين الى الشيست الى الميكاشيست الى الجناس؟ هو تحول كي داير دينامي حراري. علاش؟ حيت عندي ارتفاع في الضغط وارتفاع في الحراره. اذا نوع التحول هو تحول دينامي حراري. واضح؟ اذا عند الانتقال من الطين الى الشيست الى الميكاشيست الى الجناس تسمى هذه سلسله تحوليه لمناطق الاصطدام. باينين؟ واضحين؟ صافي، اذا لو بدينا نعطيك الرضا ولا مشينا لمناطق التمر صافي شنو كنلاحظ بعدا؟ كيتزاد غير الضغط. الضغط غير البريسيون هو اللي كيتزاد. اذا هذا تحول دينامي. شنو هي السلسله التحوليه ديال مناطق التمر؟ البازات اللي هي الصخره ديال الغلاف الصخري المحيطي كتولي شيست اخضر، كتولي شيست ازرق، كتولي ايكلوجيت. صافي، اذا البازات اللي هو صخره اصليه اللي كتنغرس صافي كتولي شيست اخضر، كتولي شيست ازرق، كتولي ايكلوجيت. هنا على من كنكونوا كنهضروا على السلسله التحول يعني مناطق التمر. شنو كيكون كيتزاد فيها؟ الضغط. علاش استاذ ما كتزادش الحراره؟ حيت مناطق التمر كتعرف شذوذات حراريه سلبيه بسبب انغراس الغلاف الصخري المحيطي البارد. صافي، الدرس الاول اللي قريناه ديال التمر مفهوم؟ اذا شنو هي السلسله التحوليه ديال الاصطدام؟ هي الطين، الشيست، ميكاشيست، جناس. شنو هي السلسله التحوليه ديال الاصطدام اولا ديال التمر؟ هي البازال، الشيست الاخضر، الشيست الازرق، الايكلوجيت. واخا انا الا لقيت الايكلوجيت في شي تمرين هذا دليل على اياش؟ دليل على ان هاد الجبال ديال التمر. وإلا لقيت الجناس في شي راه دليل على الاصطدام.
صافي غنخدم بهاد التالين هادو حيت هما اقصى درجات التحول. واخا استاذ كي دايره البنيه مثلا ديال الشيست الاخضر غتكون بنيه منضده، كي دايره استاذ البنيه ديال الشيست الازرق راها شيستيه، كي دايره البنيه ديال الاكروجيت راها مورقه، استاذ كي دايره البنيه ديال الميكاشيس راه باينه غتكون شيستيه، استاذ كي دايره البنيه ديال الكنايس راها مورقه. وحنا خلاص فاش كنتقلوا مثلا من الميكاشيس نقدروا نقولوا بدايه التوريق. يعني شنو معناتها هاد المعادن بداو كياخذوا هاد الاشرطه الداكنه والاشرطه الفاتحه. واش مفهوم؟ هاد السلسله التحوليه وهاد السلسله التحوليه بجوج بهم كيميزوهم تغيرات عيدانيه، يعني تغيرات على مستوى مع المعادن. صافي الا كانوا عندي مثلا مجموعه من المعادن بحال هكا مثلا هكا، هاد الصخره مثلا اودي الله يعطيك الهضره ركز معايا هنايا، هاد الصخره مثلا اغتخوا عندها شكون هما المعادن اللي كيكونوها؟ هما السيليمانيت والجاديت والديستين. هادو شنو غنسميهم؟ ما غنسميهمش معدن مؤشر، غنسميهم سحنه التحول. شنو غنسميهم؟ سحنه التحول. شنو هي سحنه التحول؟ هي مجموعه من المعادن، يعني بزاف ديال المعادن بحال السيليمانيت الجاديت والديستين اللي عندهم واحد الظروف ديال الضغط والحراره معينه بحال هكا. سحنه التحول هي مجموعه من المعادن التي يتم تشكيلها في ظروف ضغط وحراره معينه وتميز صخره ما. صافي مثلا الا مشيت مثلا بحال مثلا الكناس نقدر نلقى مثلا في هاد المعادن هادو. اذا دليل على ايش؟ دليل على ان هاد الصخره هادي راه هادو معادن مميزه لصخره الكنايس، يعني كيميزوا لي ضغط مرتفع وحراره مرتفعه. واش واضح؟ يعني شنو كيتسموا هاد المعادن هادو؟ كيتسموا سحنه التحول. هي بزاف المعادن. واخا استاذ الا كان غير واحد مثلا تواجد غير السيليمانيت بوحديته في الصخره اغتخوا مثلا السيليمانيت في صخره الكنايس، هذا غيتسمى معدن مؤشر حيت غير واحد. الا كانوا بزاف غيتسموا سحنه التحول، والا كان غير واحد غيتسمى معدن مؤشر. مفهوم؟ شنو هو المعدن المؤشر؟ هو معدن يتم تشكيله في ظروف ضغط وحراره معينه، والتواجد ديال داك المعدن شنو تيعني؟ تيعني بان ديك الحجره راه تشكلات في واحد الظروف ديال الحراره والضغط معينه. واش مفهوم؟ واش واضح؟ اذا هنايا الا كان عندي معدن مؤشر فانا كنقصد معدن واحد بحال تواجد السيليمانيت يميز صخره الكنايس. اذا هو معدن كيعطيني ظروف الضغط والحراره اللي دازت منها ظروف تشكل الكنايس. صافي. والا هضرت على بزاف ديال المعادن راني كنهضر على سحنه التحول. مفهوم؟ واخا استاذ شنو غادي نسمي مثلا هذه السلسله التحوليه؟ هي مجموعه من الصخور المتحوله التي تنحدر من نفس الصخره الام. هي مجموعة من الصخور المتحولة التي تنتمي إلى نفس الصخرة الأم. وشنو كتسمى هذه؟ كتسمى سلسلة تحولية ولا متتالية تحولية. صافي. مثال عندنا اش؟ عندنا الطين، شيست، ميكاشيست، كنايس. عندنا مثال آخر شكون هو؟ البازالت، شيست أخضر، شيست أزرق، إكروجين. شنو كيتسموا هادو؟ سلسلة تحولية ولا متتالية تحولية. واش باينين؟ واضح؟ مفهوم؟ يا راه هو الخاص. سير قطعي داك الشيء.